في 2025 السياحة العربية عاملة شغل عالي، وكذا دولة عربية قدرت تحجز مكانها على خريطة السياحة العالمية، على رأسهم طبعا مصر اللي دايما في الصدارة. مصر رجعت بقوة بفضل تنوعها اللي مفيش زيه، تاريخ عريق، بحر، مغامرات وسهر وحياة، من الأهرامات والمتحف المصري الكبير لشرم الشيخ والغردقة والغوص وسط الشعاب المرجانية، ومن الأقصر وأسوان لرحلات النيل. التجربة هنا طبعا متكاملة. جنب مصر السعودية خطفت الأنظار برؤية 2030، من رياض لمواسم الترفيه لجدة، المغرب بقى بسحره وألوانه، وتونس بشواطئها وسحرها، والأردن بالبتراء، وعمان بطبيعتها الهادية. عندك كمان قطر، البحرين، الكويت كمان بقوا وجهات مفضلة للسياحة العصرية. العالم بقى باصص للمنطقة العربية كاختيار سياحي قوي ومتنوع، ومصر لسه نمبر 1. وطبعا المتحف المصري الكبير لعب دور مهم جدا في المكانة السياحية اللي مصر وصلت لها في 2025، ولسه اللي جاي أفضل.